مرحبا بكم عشاق المغامرة. إذا لم تكن من محبي التاريخ فلا تقلق، لأننا سنغوص معا في أعماق مصر القديمة. تخيل نفسك واقفا عند سفح الهرم الأكبر بالجيزة، تشعر بثقل التاريخ من حولك. ياي. لكن مصر القديمة لم تكن مجرد آثار ضخمة ومومياوات، لقد كانت حضارة مزدهرة مليئة بالغموض والإبداع. من ابتكار أول تقويم إلى تقنيات طبية رائدة، كان المصريون سابقين لعصرهم. تخيلوا أسواقاً صاخبة مليئة بالألوان الزاهية ورائحة التوابل الغريبة وصوت التجار وهم يتفاوضون. لم يكن نهر النيل مجرد مصدر للحياة، بل كان طريقاً سريعاً للتجارة والتواصل يربط بين الأراضي البعيدة. ولا ننسى الكتابة الهيروغليفية، فهذه الرموز المعقدة تشبه آلة الزمن، تعطينا لمحات عن الحياة اليومية، من الاحتفالات الكبرى إلى رسائل الحب البسيطة. لذا في المرة القادمة التي ترى فيها صورة لهرم أو تمثال أبي الهول، تذكر أنها ليست مجرد حجر، إنها بوابة إلى عالم لا يزال يأسرنا ويلهمنا. بايك، هل أنت تستعد لهذه الرحلة؟ هيا بنا.